السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم هو سيطر على غضبك. سيطر على غضبك. الغضب لا يفرز إلا الضغينة والحقد، وهو نار تحرق العقل وتسحق البدن وتصيبه بأمراض لا حصر لها. التحكم في انفعال الغضب والسيطرة على النفس من الأمور بالغة الأهمية لكي ينجح الإنسان في حمايته ويستطيع أن يتوافق مع نماذج البشر على اختلاف طباعها وأخلاقها، ولكي يتفادى أيضا كثرة الصدام والاحتكاك والذي يحصد بسببه خصومات وعداوات كثيرة. ويتفق معظم علماء النفس على أن الغضب ضرورة لحماية النفس من عدوان العالم الخارجي، ولكنه في غاية الخطر عندما يزداد ويستمر. ويشبه البعض الغضب بالبخار المضغوط في إناء محكم، وإذا لم يجد منفذا لخروجه فإنه يصيب الفرد بمرض أو أكثر من تلك المجموعة المسماة بالأمراض النفس الجسمية، مثل قرحة المعدة وارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية والقولون العصبي والصداع العصبي المزمن إلى آخره من الأمراض المستعصية المعروفة عندنا. ويعبر البعض عن ذلك بأن الغضب إذا لم يخرج فسوف يستقر في أحشائه. أما بالصبر فيساعدنا على التخفيف من الإجهاد الجاسم على أعصابنا، وبالصبر نكتسب الهدوء ويقل لدينا إفراز هرمونات التوتر الأدرينال والكورتيزول، وبالتالي تسترخي العضلات وتتسع الأوعية الدموية وينخفض ضغط الدم ويقل معدل ضربات القلب وتتحسن وظائف جهاز المناعة، فينتج الأعداد الكافية من الخلايا التي تحمي الجسم وتقضي على الجراثيم وتقاوم الأمراض المختلفة، فيعيش الفرد حياة سعيدة هادئة ويتمتع بالصحة وطول العمر. فيجب على الإنسان دائما أن يغرس في نفسه تلك المعاني والمفاهيم العظيمة التي وردت في آيات عظيمة لطرد الأفكار والتوقعات الانهزامية الهادمة واستعادة توازنه والشعور بالطمأنينة والثقة والأمان، ومنها ما يقوي العزم على الصبر. يقول المولى عز وجل في كتابه العظيم: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سورة فصلت الآية 35. ولكي يصمد الفرد في مواجهة المكائد والشائعات والأكاذيب عليه أن يمهل ويتجاهل هؤلاء الظالمين الذين يطلقون عليه هذه الشائعات والأكاذيب، وأن يكون واثقا من أن تجاهله لهم سوف يضعه في مواقف القوة، بل قد يثير لدى هؤلاء الخصوم الظالمين مشاعر القلق الذي ما يلبث أن يتحول إلى نوع من الخوف والترقب. وهذا النوع من الصبر هو الذي ورد في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. سورة طه الآية 130. صدق الله العظيم. غليان الدم في العروق حقيقة. قامت عالمة النفس الأمريكية كاشلين لولر بإجراء تجربة في جامعة تينيسي الأمريكية عن أثر بعض الضغوط على عدد كبير من الطلاب،
فوجدت أن مجرد التفكير أو التحدث عن معاني الإساءة والخيانة التي يتعرض لها الإنسان لدقائق معدودة يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في ضغط الدم ومعدل نبض القلب ومستوى التوتر العضلي، زيادة في معدلات الموصلات العصبية والنشاط الكهربي في الجهاز العصبي، ناتجة عن ضخ عدد من الهرمونات والمواد الناقلة العصبية تتسبب فيما وصفته بحالة غليان الدم في العروق. ولقد أدهشني بل أذهلني حقا ذلك الحديث الشريف ومدى الإعجاز السلوكي والعلمي في مضمونه الذي يقول صلى الله عليه وسلم فيه: خير بني آدم البطيء الغضب السريع الفيء، وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء. أخرجه الترمذي. فهو إشارة مباشرة للإسراع بالتدريب على الحلم والفيء من الغضب، أي الخروج السريع من دوامة الانفعال قبل أن تتغير بيولوجية الجسم وتتهيج أجهزته وتشتعل خلاياه. شكرا على متابعتكم، لا تنسوا اللايك والمشاركة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتوا من هذا الفيديو.